السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهارده هنتكلم بالتفصيل عن الرادار الأمامي، مثبت السرعة، مثبت السرعة التفاعلي، منع الاصطدام في السيارة، وكذلك هنشرح الجزء بتاع مثبت السرعة بمنع الاصطدام ومثبت السرعة التفاعلي واحدة واحدة بالتفصيل بالشرح البسيط علشان حضرتك تعرف وظائف الحاجات دي إيه، وهتعجب جدا بميزة يا جماعة أنا اتفاجئت بيها، هتتفاجئ. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. كان معاكم حازم راشد ودي قناتي، اطلب من حضراتكم الدعم والاشتراك والسبسكرايب. يلا بينا نشوف الفيديو، يلا بينا. مثبت السرعه عندي هنا، ده المفتاح مثبت السرعه. ازود من الزائد ده او البوزيتيف مثبت السرعه من غير ما ادوس على البنزين. النيجاتيف ده ادوس عليه من غير ما ادوس على البنزين. ده افصل او فصل مؤقت لمثبت السرعه زي ما حضراتكم شايفين كده، فصل مؤقت. ده هنا الاوامر الصوتيه، ده مثبت السرعه التفاعلي اللي بيظبط لي المسافه بيني وبين السياره اللي قدامي زي ما قلت لحضراتكم، كل ضغطه بمسافه، لان الرادار هنا هو اللي بيتدخل وبيشوف هل المسافه دي امنه او لا. زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني مثلا لو دوست هنا مثبت اهو كده ظبط لي على 66 زي ما حضراتكم شايفين كده، وبيقول لي المسافه جنبك، واقدر اضغط بالمفتاح اللي هنا زي ما حضراتكم شايفين كده بيحدد لي المسافه، اللي هو المفتاح اللي هنا ده حضراتكم بضغط بيه يحدد لي المسافه، كل مسافه بمسافه معينه بينه وبين السياره زي ما حضراتكم شايفين كده. مثبت السرعه، فصل مؤقت لمثبت السرعه البوزيتيف بزود بيه، اقلل تاني، هنا بيقلل بالخمسه، التقليل هنا بالخمسة كيلو بيزود بالخمسة كيلو، خلي بالك وانت بتزود وبتقلل. وهنا الفصل المؤقت لمثبت سرعه، انا افصل كده هنا وارجع اثبت تاني زي ما حضراتكم شايفين، افصل واشغل تاني، يبتدي الرادار الامامي يشتغل يشوف لي هل السرعه مناسبه ولا لا، ويبتدي يتدخل هو وهكذا. دلوقتي يا جماعه احنا هنجرب الرادار الامامي، وهنجرب مثبت السرعه، وهنجرب كمان مثبت السرعه التفاعلي، وهنشوف الرادار هل هو بينبهني بالمجسمات اللي قدامي سواء عربيه نقل او موتوسيكل او اي نوع، وهل هو بيستجيب معايا يعني بيدينا رد فعل معايا. وهنشوف برضه مثبت السرعه التفاعلي والانماط المسافات بتاعته ورد فعله مع السواق، يعني سائق السياره لو انا مشغله ومحدد سرعه معينه هيعمل ايه معايا، وده هنجربه الوقت باذن الله. كده يا جماعه نمشي كده معانا، نبدا رحلتنا، توكلنا على الله. ماشي، انا ماشي على سرعه كده مظبوطه كده. كده انا في الخلف عندي سياره زي ما حضراتكم شايفين كده، الرادار بدا يكتشفها. اثبت مثبت السرعه بتاعي واحدد المسافه بتاعتي، انا عندي 4 مسافات. المسافه اللي هي ال4 شرط دي يا جماعه وال4 اسهم تقريبا حوالي 100 متر. اعتقد ان السهم الواحد ب 25 متر. هو هنا اهو بعد المسافه المطلوبه عن السياره بمسافه معينه، وهيظبط لي مسافه بيني وبين السياره مسافه معينه اهو. حتى كمان بيقيس المسافه يا جماعه، هو بيقول لي انت عندك هنا حوالي 60 متر، 80 متر، 90 متر، 100 متر. اعتقد هنا لما بيقيس لحد ال 100 بصراحه ممتاز جدا، مسافه معينه يعني. كده بدات تختفي من عندي، خلاص هبدا ان انا اقرب من العربيه شويه. ده معناها ان انا دوست بنزين يا جماعه، فبيقول لي المثبت السرعه يعني كده فصل مبدئيا. اظبط هنا عند ال 100 بتاعتي، ظبطت كده. مثبت السرعه التفاعلي اللي هو بيحدد لي برضو السرعه المناسبه ليا مع المسافه، اقدر ان انا اهو اقلل المسافه بيني وبين السياره لو عايز اعمل حاجه اسمها تقليص المسافه، اللي هو اقلل المسافه بيني وبين السياره اللي في الامام. كده ظبطت على 105، وهنشوف اول هنظبط على الوضع الامامي كده يا جماعه، اللي هي المسافه ابعد مسافه للامان اللي هي 4 اسهم. هنشوف يعني كده قربنا من سياره زي ما هو شايف كده قدام يا جماعه. هشوف هيرد فعله ايه. شفت يا جماعه بيهدي خالص، يعني وصل عند 50 متر هنا بيهدي خالص اوتوماتيك بدون ما انا اتدخل، بدون ما انا اتدخل. شوفوا يا جماعه، وبعدين السياره بعدت شويه، يوم هو مسرع شويه اهو.
شوف هدى تاني يا جماعه لما حس ان انا قربت منه جامد. هدى منه. شفت ازاي؟ انا يا جماعه الامانه انا مش حاطط رجلي على دواسه البنزين، انا سايب السياره تمشي لوحدها. هو سايب السياره تبعد المسافه اللي هي المناسبه، اللي هي مثلا 30 40 50 متر، ويبدا اهو هنا 40 متر، والسرعه زي ما احنا شايفين 70، واحنا هنا مثبت السرعه يا جماعه على 105. هو شايف ان انا مقرب من حوالي 40 متر من السياره اللي قدامي، محددها لي وعامل لي الارم اخضر، فهو اللي متحكم في السرعه مش انا. ولنفرض لا قدر الله حصل اي رد فعل من السياره اللي قدامي، يعني مثلا عايز افرمل، اول ما افرمل يا جماعه زي بصوا حضراتكم شايفين كده، اول ما افرمل مثبت السرعه غير مفعل، قفل، فصل، خلاص فصل، واتحكم انا يدوي تاني زي ما حضراتكم شايفين. ارجع تاني اضغط مثبت السرعه بتاعي اهو، ظبط لي المسافه عندي كده ل 103 تاني. طيب وانا ماشي، ما انا قلت ما فيش تحكم من قائد السياره في الدوس بتاع البنزين او سرعه السياره. طيب انا عايز ازود بنزين. شوفوا يا جماعه ما ازود بنزين انا اهو، اتدخل زودت بنزين، شلت رجلي من على البنزين، هيرجع يقف عند اخر سرعه انا ظبطتها على مثبت السرعه اللي هي 103 زي ما حضراتكم شايفين. عندي سياره امامي يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الرادار الامامي بيتدخل مع نظام مثبت السرعه التفاعلي، وهو اللي بيهدي السرعه لوحده. انصح بيه يا جماعه على الطريق، ما انصحش بيه داخل المدينه. انا بقول لكم نصيحتي للقياده. تمام، هدخل شمال كده عشان امسك الحاره الثانيه عشان ابدا ازود سرعتي تاني. هو اوتوماتيك عندي بيزود السرعه بتاعتي بدون تدخل مني شخصيا. ممتاز 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 ممتاز. قيمه مقابل سعر. مثبت السرعه التفاعلي هنا في السياره دي يا جماعه ممتاز جدا جدا جدا، ورد فعله سريع واستجابته سريعه جدا. انا هنا مفيش قدامي يا جماعه اي سياره هنا زي ما حضراتكم شايفين، يا دوبك انقل بس للحاره الفاضيه. طبعا اتبع تعليمات الامان، ابص في المرايه شمال او ابص في المرايه يمين عشان اشوف السياره ولا لا، وابدا امسك الحاره اللي جنبها يبدا يتدخل فورا. طيب هنشوف كده يا جماعه. شكرا لحضراتكم. دي كانت نبذه مبسطه عن الرادار ومثبت السرعه التفاعلي ومانع الاصطدام في السياره. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.